النهاردة معانا فيلم مليان إثارة وتشويق. فيلم هيخليك تفكر 1000 مرة قبل ما تفتح أي كتاب قديم. فيلمنا بيبدأ مع أجاي، رجل أعمال ناجح في مجال المقاولات. حياته من بره تبان مثالية جدا، عنده شركة ضخمة وشخصية قوية ومسيطرة على كل حاجة حواليه، كأنه بنى لنفسه حصن منيع ضد أي مشاكل. وفي يوم عادي زي أي يوم، أجاي بيقرر يجيب هدية لابنه الوحيد هارش. هدية بسيطة، مجرد كتاب قصص أطفال شكله بريء جدا ومسلي. لكن اللي أجاي وابنه ما يعرفوهوش إن الكتاب ده مش مجرد ورق وحبر، ده بوابة لماضي مظلم. أجاي كان فاكر إنه دفنه ونسيه للأبد. الهدوء ده ما بيستمرش كتير. أول ما أجاي وابنه بيفتحوا الكتاب ويوصلوا للصفحة رقم 16 بالذات، الدنيا بتتقلب عليهم. فجأة البيت الهادي بيتحول لمكان مرعب. أصوات حريبة بتبدأ تظهر من كل مكان، همسات مش مفهومة وخطوات ناس مش موجودة. أجاي بيبدأ يشوف خيالات وأشباح بتطارده في كل ركن من أركان البيت. ذكريات قديمة كان بيحاول يهرب منها بترجع تظهر قدام عينيه كأنها بتحصل دلوقتي. الكتاب ده ما كانش مجرد قصص، ده كان مفتاح بيفتح أبواب مقفولة من ماضي أجاي، ماضي مليان أسرار هو كان فاكر إن الزمن محاها. أجاي بيحس إن حياته كلها بتنهار، كأن كل النجاح والثروة اللي بناهم كانوا مجرد قناع بيخبي وراه حقيقة مرعبة. كل ما يفتح صفحة جديدة في الكتاب بيلاقي نفسه بيقرب خطوة من الحقيقة اللي هو مش عاوز يواجهها. البيت نفسه بيتحول لشخصية في القصة، الجدران كأنها بتتنفس رعب وبتخزن كل اللي بيحصل. ابنه هارش الطفل البريء بيلاقي نفسه متورط في اللعبة دي من غير ما يفهم ايه اللي بيحصل، والكتاب بيسحبه هو وأبوه لدوامة من الخوف والغموض. الصفحة رقم 16 دي مش مجرد ورقة مطبوعة، دي مرآة بتعكس ماضي أجاي أسود اللي كان مدفون. في وسط كل ده أجاي بيبدأ ينهار نفسيا، بيحاول يتخلص من الكتاب، بيرميه وبيحرقه، لكن الكتاب بيرجع يظهر تاني كأنه لعنة مش عاوزة تسيبه. كل محاولاته للهرب بتفشل، وكل مرة بيرجع لنفس النقطة، كأن الكتاب بيجبره إنه يواجه الحقيقة مهما حاول يتجاهلها. الأحداث بتتصاعد بسرعة والتوتر بيزيد، لدرجة إن أجاي بيبدأ يشك في كل اللي حواليه، حتى مراته وأقرب الناس ليه. بيحس إنهم كلهم جزء من المؤامرة دي، وإنهم عارفين حاجة عن ماضيه ومخبيين عليه. هنا بنكتشف إن القصة أعمق من مجرد كتاب مسكون. بنعرف إن أجاي في شبابه كان متورط في حادثة مأساوية، حادثة كان سبب في موت بنت بريئة. هو حاول يهرب من المسؤولية ويدفن السر ده، لكن روح البنت دي فضلت تطارده، والكتاب ده كان الطريقة اللي روحها رجعت بيها عشان تنتقم وتكشف الحقيقة للكل. كل صفحة في الكتاب كانت بتكشف جزء من القصة، وكل حدث غريب بيحصل في البيت كان رسالة من الماضي. الأصوات اللي بيسمعها أجاي كانت صوت البنت وهي بتطلب المساعدة، الخيالات اللي بيشوفها كانت مشاهد من الحادثة اللي حصلت زمان. الكتاب ما كانش مجرد أداة انتقام، ده كان وسيلة عشان يجبر أجاي يعترف بغلطته ويواجه العواقب. بنشوف إزاي أجاي بيتحول من رجل أعمال واثق من نفسه لشخص خايف ومهزوز، بيعيش في كابوس مش عارف يصحى منه. مراته بتحاول تساعده، بتجيب دكاترة نفسيين وشيوخ عشان يقروا على البيت، لكن مفيش حاجة بتنفع، لأن المشكلة مش في البيت، المشكلة في ضمير أجاي نفسه. كل شخصية بتظهر في الفيلم بيبان إن ليها علاقة بالماضي، حتى أصدقاء أجاي القدام اللي كانوا معاه يوم الحادثة كلهم بيظهروا تاني، وكأن الماضي بيرجع عشان يحاسب الجميع. الفيلم بيخلينا نسأل نفسنا، هل ممكن الإنسان يهرب من ماضيه، ولا الذكريات المؤلمة هتفضل تطارده لحد ما يواجهها؟ أجاي كان فاكر إنه يقدر يبني حياة جديدة وينسى اللي عمله، لكن الكتاب ده كان تذكرة ليه إن مفيش سر بيفضل مدفون للأبد. كل ما كان بيحاول ينكر، الأدلة بتظهر أقوى، وصورة البنت بتظهر في كل مكان، في المرايات، في شاشات التلفزيون، وحتى في أحلامه. في ذروة الأحداث أجاي ما بيلاقيش قدامه حل غير إنه يواجه الحقيقة. بيرجع للمكان اللي حصلت فيه الحادثة زمان، وهناك بتنكشف كل الخيوط. بنعرف التفاصيل الكاملة للي حصل، وإزاي أجاي وأصحابه حاولوا يخفوا جريمتهم. الحادثة اللي بيكشفها الفيلم كانت مأساوية جدا ومليانة تفاصيل صادمة. أجاي في شبابه كان مع مجموعة من أصدقائه في مكان مهجور، سهرة كلها تهور وضحك، لكن وسط الجو ده كانت في بنت صغيرة بريئة موجودة بالصدفة. هي كانت بنت من الحي، دخلت المكان وهي مش فاهمة إنهم بيعملوا حاجة خطيرة. أجاي وقتها كان في حالة اندفاع، بيحاول يثبت نفسه قدام أصحابه، وبدأ يلاعب البنت بعنف من غير قصد. لحظة واحدة بس كانت كافية، دفعة قوية أو حركة غير محسوبة، والبنت وقعت من ارتفاع عالي. الصرخة بتاعتها كانت آخر حاجة اتسمعت قبل ما تسكن الدنيا فجأة. الدم اتلطخ في الأرض، وأجاي وأصحابه اتجمدوا من الرعب. بدل ما ينقذوها أو يبلغوا الشرطة، قرروا يخفوا كل حاجة، خبوا الجثة وادعوا إنهم ما شافوش حاجة، ودفنوا السر كأنه ما حصل.
حصلش. أجاي كان فاكر إن الزمن هيمحي الذاكرة دي، لكن روح البنت فضلت معلقة بتدور على طريقة ترجع بيها. الكتاب اللي ظهر بعد سنين كان هو الوسيلة. كل صفحة فيه كانت بتعيد تصوير لحظة من الحادثة، صرخة البنت، سقوطها، الدم، والوجوه المظهورة اللي حاولت تخفي الحقيقة. الأصوات اللي بيسمعها أجاي في البيت هي صرختها، والخيالات اللي بيشوفها هي إعادة للمشهد اللي حاول ينساه. اللي حصل بالظبط هو إن أجاي تسبب في موت بنت بريئة بسبب تهوره، وبدل ما يتحمل المسؤولية دفن السر. لكن الكتاب كان لعنة مرتبطة بروحها، بيرجع يطارده ويجبره يواجه الحقيقة اللي هرب منها طول عمره. والمفاجأة الأكبر بتكون لما نعرف مين اللي بعت الكتاب ده لأجاي، ومين اللي كان بيحرك كل الأحداث دي من ورا الستار. النهاية بتكون صادمة ومختلفة عن اللي ممكن تتوقعه، بتخليك تعيد التفكير في كل اللي شفته. هل أجاي هيقدر يلاقي السلام مع نفسه بعد ما يعترف بكل حاجة؟ وهل الانتقام هو الحل الوحيد عشان العدالة تتحقق؟ الفيلم بيطرح أسئلة كتير عن الذنب والضمير والطبيعة البشرية. إيه اللي ممكن يوصل الإنسان إنه يعمل عشان يخبي أسراره؟ ولأي مدى ممكن يوصل عشان يهرب من ماضيه؟ في النهاية أجاي بيضطر يواجه أصعب قرار في حياته. هل يعترف بكل حاجة ويدمر حياته اللي بناها، ولا يفضل عايش في الخوف والرعب ده طول عمره؟ النهاية بتورينا إن الحقيقة مهما طال الزمن لازم تظهر، وإن الهروب من الماضي مش حل، المواجهة بس هي اللي ممكن تحرر الإنسان من ذنوبه. فيلم بيج 16 هو أكتر من مجرد فيلم رعب، هو رحلة نفسية جوه عقل إنسان بيطارده شبح أخطائه. لو بتحبوا أفلام الغموض اللي بتلعب على الأعصاب وبتخليكم تفكروا بعد ما تخلص، يبقى الفيلم ده لازم تشوفوه. دي كان ملخص الفيلم الهندي بيج 16 اللي نزل سنة 2018. لو حابين تشوفوا ملخصات لأفلام تانية زيها، اكتبوا لنا في التعليقات أسماء الأفلام اللي عاوزين نلخصها. وما تنسوش تعملوا اشتراك في قناتكم فيلم تو كليك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. شكرا ليكم ونشوفكم في ملخص جديد. سلام.